يا نور الهلال أقبل. السلام عليكم ومرحبا بكم. واذا كنتوا زرتوا قناتي لاول مره ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. وصفتنا تاع اليوم بطاطا تاع كوشه. نزيد كيلو تاع بطاطا، قصيتو رونديلات، نزيدلو نص كاس تاع زيت هكذا. نخلط كامل كل شيء في المول. كاس ونصف تاع حليب، الكاس 220 غرام. البطاطا تاعنا حطيه في الحليب هكذا. نزيد له مغرفه صغيره تاع ملح بهذه الطريقه هذه، ونزيد له نص مغرف فلفل كحل ولا فلفل اسود بهذه الطريقه هذه، ونزيد له شويه تاع معدنوس بهذه الطريقه هذه، ونخلط كامل الخليط باش ينسجم مع في البطاطا يا البنات. خاطر شحال البطاطا هذه كما قلت لكم حطيه في الحليب بهذه الطريقه هذه. ندخلوا للفرن على 180 درجه. هنا اللي جيت ندير البيض، درت 3 بيضات خلطهم بيان مليح، ومن بعد زدت لهم فلفل كحل وملح ومغرف كبيره تاع حليب هكذا بهذه الطريقه هذه، ونخلطهم خلط مليح باش ينسجم لي الفلفل الكحل والملح والحليب في البيض. دركا هذيك البطاطا شحت لي كيما راكم تلاحظوا في الصوره، شحت مليح من الحليب. نفرغ لها هذاك الخليط تاع البيض بهذه الطريقه هذه، ونعاود نردها للفرن، نشعلها من فوق يا البنات خاطر راكشي طابت من تحت ديجا. نزيد لها شويه فرماج غابي بهذه الطريقه هذه دركا هنايا البنات. هاي كي البطاطا تاعي بعد ما طابت هايله محمره ما شاء الله. نتمنى تجربوها واش هي طيبه وصحه لكم، والسلام عليكم.